مثلا حتة المبادئ ممكن تتطبق على ان بني ادم مثلا مبدأه ان هو يتعامل بحسن الخلق، وشخص قال له اشتم فلان، مش يشتمه بكل بساطة، يقول له لا انا ما بشتمش. وده يروح برضو لان هو بنى عن نفسه اعتقاد ان هو انا ما بشتمش. لكن لو انت بنيت مثلا اعتقاد عن نفسك ان انا كذاب وعلى طول كذاب، بكل بساطة هتبقى كذاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في حلقة جديدة من البودكاست الشهير حبيب قلبكم بودكاست ليه، اللي مش اشهر حاجة في الدنيا، بس الحمد لله ربنا وفقنا في الحلقة اللي فاتت اللي جابت 230 مشاهدة رغم طول الفيديو. ويعني احب ادي اول شكر ربنا سبحانه وتعالى، ثم الكل اللي كمل الفيديو ده للاخر حتى لو هم احتمال 6 في الكوكب كامل. واحب ادي شكر لمعتصم حبيب قلبي اللي كمل معايا الفيديو للاخر. وبالمناسبه دي احب معتصم اللي يقدم الحلقه. اتفضل. اوكي، اولا كده يا جماعه احنا خلاص. اولا انت عامل ايه؟ صح والله الحمد لله يا عم، كويس. لا صح. انت عامل ايه يا عم؟ انا الحمد لله والله. ده ايه الدنيا ايه بتقلب، بس احنا على بتصور البودكاست ده يعني شيء ده، بس الحمد لله على كل شيء. ده هدينا ماشي، ما علينا. يعني اهم حاجه دلوقتي احنا فكرتنا فيديو دلوقتي هنتكلم عن البودكاست ده، الحلقه الثانيه من البودكاست ليه طبعا عن القيم والمبادئ. طبعا ده مش سكريبت، ده حاجه كده عمرك كده ما اعرفش ايه، حاجه سريه. المهم يعني احنا هنتكلم عن 5 نقط. عمر يقولهم هو لا يا ابني ما نحرقهمش من الاول. ماشي نيجي لهم. قيم ومبادئ طبعا كان عن اهميتها وحاجات كده كتير، واحتمال تتقسم حلقتين. ممكن تقسم حلقتين عشان تبقى 40 دقيقه طويله، فممكن يعني كده نخش على طول عشان الناس ما بتحبش الانتروهات، الناس بتكرهها. صح برضه. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحلقه اللي فاتت احنا زي ما انت فاكر يا استاذ معتصم اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن مشاكل المراهقين. صح. ففي مشاكل المراهقين دي كانت ايه اكتر المشاكل الكبيره؟ كانت حاجات كتير بصراحه. بس هل من الحاجات الكتير دي كانت كلها بترجع لايه في الاخر؟ كلها معظمها كانت بترجع يعني بنسبه كبيره لمشكله في القيم والمبادئ اللي موجوده عند اغلب المراهقين دلوقتي. دي اللي مسببه مشكله كبيره دلوقتي في حياه المراهقين والاكتئاب والحبشتكنات. فاهم الفكره؟ فاحنا عايزين نخش النهارده على قيم والمبادئ. فعلا حاجه مهمه، حاجه بتكون حياتك، وكله اي حد هيقول لك لكن هل الناس هتقول لك ازاي؟ ده بقى اللي احنا جايين نقوله النهارده. ازاي القيم والمبادئ فعلا مهمه كده؟ ليه هي مهمه كده اصلا؟ وايه دعوات وليه طيب الدين عايزك يبقى عندك قيم ومبادئ، وانت عارف طالما الدين عايزك تعمل حاجه معينه يبقى الحاجه دي مش ذو اهميه قليله خالص. فليه طيب الدين عايز نعمل كده؟ ليه المجتمع ده بيركز بزياده على القيم والمبادئ عن بقيه المجتمعات بره؟ فعايزين نخش في الموضوع ده. فانت شايف مبدئيا ايه وجهه نظرك في الموضوع؟ وجهه نظري والله المبادئ دي حاجه مهمه جدا، ان المبادئ ديت من زمان قوي وهي موجوده من ايام الساموراي والفايكنج. كانوا عندهم مبادئ ما تقتلش مثلا محارب، ما تقتلش محارب من ظهره. دماغك كلها ساموراي. ايوه. ما تقتلش محارب من ظهره، قتل فيس فيس. المبادئ ديت خليك لقدام شويه عشان الزاويه بتاعتك. المبادئ ديت موجوده من زمان قوي. اوكي، فعصرنا ده المبادئ ما بقتش مهمه قوي. هتقول لي ليه بقى؟ بسبب التأثير. حاجة تانية هنعملها طبعا إن شاء الله. ما تخليناش نخش دلوقتي حالا. مش هنخش دلوقتي حالا. احنا نبتدي بالنقط بسبب التأثير الغربي ده طبعا إنهم ما عندهمش مبادئ، فهم حاجاتهم كتير قوي. دخلنا على طول في لا ما دخلتش. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي الأول بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام زي ما تعودنا في الحلقة عليه الصلاة والسلام. بسم الله. اوكي ان شاء الله ربنا يوفقنا ان احنا ننشر الحق. ويلا بينا. مبدئيا خلينا ناخدها من تحت خالص. من تحت خالص. هناخدها من تحت خالص. بص، عايزين نعرف تعريف القيم والمبادئ اصلا اللي احنا بنتكلم عليها. وانا عارف الناس ممكن تشوف دي حته تافهه، بس فعلا محتاجين نعرف القيم والمبادئ. فعايز تبتدي انا؟ ماشي. ايه اللي انت تعرفه عن القيم والمبادئ؟ هي حاجات الانسان. ايه القيم ده؟ القيم والمبادئ انا ما اعرفش، انا عارف ممكن اقول الاثنين مع بعض. القيم والمبادئ. قول لي معنى القيم الاول. القيم هي حاجات ما اعرفش ايه صراحه، بس انا ممكن اقول قيم ومبادئ، يعني انا عندي شرح ينفع الاثنين.
طب استنى اقول لك الاول معنى قول لي انت وانا اقول لك اقول معنى لك واحد لوحده. قول لي انت وانا اقول لك بعدها. اوكي. طيب القيم المعنى الحرفي ليها هي يعني مثلا دلوقتي هي ممكن تحدد القيمة بتاعت الحاجة مبدئيا. القيم يعني مثلا الشيء ده قيمته أعلى من حاجة تانية. يعني مثلا إيه من القيم هو دين كويس يحكم الدولة مثلا، ده حاجة قيمة مثلا. لكن تيجي في حياة الإنسان الاجتماعية بالحاجات القيمة في حياته اللي هو ما ينفعش يعديها، اللي هو لا مثلا باتمان أنا قيمي إن أنا ما ينفعش أقتل حد تحت أي ظرف. فاهم الفكرة؟ فدي تعتبر حاجة قيمة جدا عنده، فدي تعتبر من أكبر القيم. زي ما قلت القيم حاجة بالمعنى الحرفي حاجة قيمة، وبالمعنى الاجتماعي أو الإنساني برضو تمشي حاجة كده. لكن المبادئ بقى معناها يعني خليني مثلا أقول لك معناها الحرفي. يعني مبادئ، شوف كلمة مبدأ، لو قلت لك مثلا مبدأ الكاميرا، فأنا قصدي كده الكاميرا ابتدت إزاي، صح؟ فأنت لما تقول مبدأ اللي هو زي الأصل اللي هو المبادئ، مبادئ التعامل، اصل التعامل كان عامل ازاي مثلا، يعني ممكن نقول عليها كده. فاهم الفكره؟ انت بقى ايه وجهه نظرك في الموضوع؟ انا وجهة نظري عن المبادئ مختلف عنك خالص، لان القيم والمبادئ عندي زي قوانين. الشخص يا اما الشخص يحطها لنفسه، يا اما المجتمع بيحطها، يا اما الدين بقى بيحطها او الدولة اللي انت عايش فيها. زي مثلا انت قلت مثلا باتمان مثلا كان ياخد مثلا القيم والمبادئ بتاعته ما يقتلش حد، هو حطها لنفسه، قوانين لنفسه. الفايكنجز زي ما قلت في اول فيديو، المجتمع حط عليهم قوانين ان هم ما يقتلوش حد من ورا او يضربوا حد، اللي هو او دينهم ومعتقداتهم ومجتمعهم وكده. فهم يا اما انت المبادئ والقيم والمبادئ ديت يا اما انت تحطها، يا اما المجتمع بيحطها، يا اما الدين هو اللي بيحطها لك. فانت حاجه من الثلاث دول، ودي زي قوانين انت تحطها لنفسك او اي حد يحطها سواء المجتمع او كده، انت لازم تمشي عليها. فاهم؟ واي حد يمشي عليها يا اما يبقى بيعمل حاجه غلط، او لو في الدين يبقى حرام، في المجتمع يبقى يعتبر اسمه يحبسك. ايوه، ان انت مثلا ايام فايكنج زمان مثلا كانوا بيعدموهم الناس حاجه ينزلوا من القبيله ويبهدلوهم وحاجات كده كتير. فاهم الفكره؟ هو لو هبقى صريح هو الاثنين يمشوا، الاثنين على فكره يمشوا معاني نفس الموضوع. تقدر تقول حاجه شبه two sides of the same coin. اللي احنا بنجيب المثل ده كتير قوي. بحب انا two sides of the same coin، بحبها قوي. تعرف احنا بنحب ملك وكتابه. ايوه بالظبط، ملك وكتابه جميله. بس المعنيين شغالين بصراحه، المعنيين يعرفوا القيم والمبادئ. لو هتعرف الموضوع ده في طريقه التعامل، طيب ممكن نعرفه ان مثلا حته المبادئ ممكن تتطبق على ان بني ادم مثلا مبدأه ان هو يتعامل بحسن الخلق، وشخص قال له اشتم فلان، مش يشتمه بكل بساطه، يقول له لا انا ما بشتمش. وده يروح برضو لان هو بنى عن نفسه اعتقاد ان هو انا ما بشتمش. لكن لو انت بنيت مثلا اعتقاد عن نفسك ان انا كذاب وعلى طول كذاب، بكل بساطه هتبقى كذاب. ما بيقولش الشتيمه، مثلا حد شتمه قال مثلا يا حمار او يا حيوان كده، وهو ما قالش الشتيمه، هو حط مبدا نفسه ما يرضاهاش. ممكن حتى يحط نفسه ما يرضاها عادي، مبادئ القيم والمبادئ بتاعته يرضاها عادي، مع انه حرام في ديننا. ما ينفعش يقول مجتمعنا برضه ما يفضلهاش قوي، بس هو يرد الشتيمه. ايوه، انت حد شتمك، لا لو حد شتمك اشتمه زي ما شتمك بالظبط، بس مش تزيد. ايوه، بس يقول لك الدين بيقول لك حرام ترد الشتيمه. لا ينفع ترد الشتيمه لو على حد علمي، لو هو مثلا شتمك بشتيمه ترد عليه بس بنفس الشتيمه اللي قدها، تاخد حقك بالظبط. لا كان بيقول لك موقف حصل، كان تان او بك وواحد تاني كان حد قاعد بيكلمه كلام وحش في المسجد وبيشتمه وبتاع، فهو أبو بكر راح رد عليه كلمة واحدة شتم، الرسول اتضايق منه مش وسامه، فقال له عليه الصلاة والسلام يعني. بس هو التاني كان شتم أبو بكر الأول؟ شتم أبو بكر الأول، اتخانق معاه وقعد يشتمه وبتاع. فبيقول لك يعني، فبيسأل الرسول اتضايقت ليه أنت شايف قاعد يشتمه وبتاع، قال له مهما حصل ما تردش إساءة بالإساءة، ضد إساءة بحسن يعني ترد إساءة ما تردهاش، يعني خليك كده كويس، لأن أنت ما تردهاش، بس في ملائكة غير بيردها أكتر أضعاف بقى. ما كنتش أعرف عن الموضوع وده طبعا هيجيلك أنت حسنات في واحدة وقاسية،
كنتش اعرف الحته دي. يب دي حته بقى لسه سامعها من فتره يعني. ويا ريت الناس برضو تبحث ورا، لو معلومه انت مش متاكد منها بكل بساطه ابحث عنها. يعني ابحث. انا لو سمعت حاجه ومش متاكد منها، لو الواد معتصم قال لي معلومه يعني حتى لو هو قال لي معلومه مش هضمنه، هبحث وراه بنسبه كبيره بكل بساطه يعني. وده مش عيبه يعني، مش عادي عيب. بحث عن معلومات عادي. انا ممكن اقول معلومات سمعتها وتطلع غلط، ممكن ابحث عن معلومات سمعتها تطلع غلط برضه يعني. انت بتبحث ورايا مثلا لو حسيت نقطه قلتها اوفر قوي. لو حسيت مش منطقيه قوي ساعتها ممكن ابحث ورايا. فاهم؟ دي فعلا دي حلوه. البحث مشكله، الناس ساعات فاهم؟ بتاخد الهبيده اللي هو فاهم؟ لا ده فلان ده انا بضمنه. فدي كده مبادئ الدين هو حطها لازم نمشي عليها. بس في مشكله بقى ان في بعض القيم والمبادئ اللي ممكن تبقى الناس سبجكتيف، يعني في مثلا اللي هو قيم ومبادئه لا يعني مبدا عنده اللي هو انا ما اكلش فسيخ ابدا مثلا. حد تاني يقول لك انا المبدا بتاعي انا اي حد اقابله من قرايبي لازم اضربه بالقفا. ده مبدا مش يتغير يعني، هو شيء ثابت ومن من اول ما الموضوع بدا وهو شيء ثابت، عشان كده مبدا. عشان كده بقول لك المعنيين شغالين. ده مبدا شخصي يعني. هو الشخص ده هو اللي عمله، هو اللي حطه لنفسه بالظبط. مش مجتمع كامل بيعمله ولا الدين كامل، الناس الدين كامل بيعمله. فاهم؟ المحبه بس هو واحد بس. وعشان كده بقى ده يدخلنا على ده بقى اول حاجه تدخلنا على طب ليه القيم والمبادئ قلت في مجتمعنا، اللي هو بكل بساطه لو ابتدينا بيه علشان الناس بتعمل قيم ومبادئ سبجكتيف. بالظبط. ده اللي هنبتدي بيه. بس لسه عايزين ندخل حاجات تانية في الموضوع. ليه فعلا القيم والمبادئ قلت في المجتمع زمان كان العرب اللي هو مثلا لا احنا لازم كرم الضيافه، ولازم فلان جه نحسن ضيافته ونكرمه ونطلع له الشاي وكده. ومثلا ان لازم مبدا ايه كمان في دماغك لسه العرب دلوقتي لسه برضه. بس ايه كمان في دماغك؟ كان في دماغي زي ان ممكن يبقوا محترمين مثلا. مبادئ مش يعني في دلوقتي يعني. انت محترم ان شاء الله. ان شاء الله. انا محترم. انا محترم ان شاء الله. ان شاء الله. كل واحد ساعات يقع وبيقعش، بس كلنا في الاخر برضو بنحاول نبقى محترمين كل البشر. فمهم عندك حاجه تقولها في الحته دي؟ عندي حاجه اقولها. برضو من ضمن الحاجات اللي بتقول قلة القيم والمبادئ هي حاجه اسمها العولمه. العولمه دي كانت العلامة ديت اللي هي من ضمن الحاجات يعني التأثير الغربي، يعني في جزء منها التأثير الغربي، وفي تأثير منها برضو ممكن يخش في مش عارف ده ليه علاقة بالموضوع ولا لا، بس بنشر دين المحبة. ايوه ده ممكن يبقى متدخل في الموضوع، صح؟ نتكلم هنا في دين المحبة على انه يقول لك اللي هو اهو الاسلام والمسيحية واليهودية كلهم ديانات ابراهيمية وخلاص، وكلنا حبايب بعض، ومش مهم يعني مش مهم انت دينك ايه، مهم بس ان انت انسان محترم وابن حلال. لا مش حوار كده، مهم انك تتبع الانسانية وخلاص، والحاجات المضلة دي كلها. مع ان اي حد مش اسمه كافر اصلا. بس ده طبعا بيوقع. المفروض نحترم المسيحيين واليهود يعني ما عندنا اكيد مسيحيين كتير حبايبنا في الدنيا يعني. بس ما بنتدخلش في مواضيع دينيه مع بعض. ما بنتدخلش في مواضيع دينيه مع بعض يعني. هو المسيحي بالنسبه له انت كافر بكل احترام، واحنا بالنسبه لنا هو كافر بكل احترام برضه، ما فيهاش عيبه. بس يعني هو بيفتخر بكونه كافر بديني، وانا افتخر بكوني كافر بدينه. بالظبط. ما فيهاش عيب خالص. خلاص عادي. في ناس اللي هو انت بتقول المفروض ما تروحش تقول له يا كافر، بس يا كافر. في ديانتك هو مش مؤمن بالله، وبرضه في ديانته انت مش مؤمن بالمسيح، وده يطبق على اي ديانه. صح. اي ديانه بوذيه بقى. بس التوضيح مؤمن بالمسيح، انا قصدي مش مؤمن بيه كاله. ايوه توضيح. انا عارف حد يطلع ايوه انت ما اعرفش ايه، انت مش مؤمن سيدنا عيسى. لا يعني سيدنا عيسى عليه السلام بالعصر النبيين، مالناش دعوه بالحته دي. انا بتكلم عن حاجه تانية. مهم اكمل. احنا دخل الحتت ولا
كنا بنقول ان الحته دي بتوقع المبادئ جامد. طبعا ليه العولمه. ليه بقى؟ انا بحب اسمع ردودك. ليه بقى؟ ردودك حلوه. العولمه جزء من التاثير الغربي. التاثير الغربي بدأ ازاي؟ طبعا مع انتشار الانترنت وكده. حتى كان في واحد بسبب انتشار الانترنت كان في واحد سمعته كان بيتكلم يقول لك ان زمان معرفش واحد اسمه موسى حاجه كده كان اغنى رجل وجد على البشريه. يقول لك الراجل دوت لو قعد لف الكره الارضيه كلها مش هيلاقي بكل فلوس ثروته مش هيعرف يشوف اجمل بنت في العالم. انما دلوقتي ممكن ولد عنده 5 سنين يخش يبحث يلاقي اجمل بنت في العالم. وبرضه ممكن نقول كمان ملك في القرن ال14 مثلا كان محتاج ان يبقى في 2 حواليه عمالين يهووه كده. دلوقتي احنا قاعدين في التكييف واحنا يعني ما جبناش 1% من ثروته. لا وقاعدين في التكييف. انت مش فاهم. انا بتكلم على ازاي التاثير الغربي جالنا هنا. جالنا هنا؟ ايوه ما هو بص هنا ازاي عن طريق النت. فاهم؟ قصدك حاجه تانية؟ ايوه لخبطت معاك. ايوه قصدي ان النت هنا بيجيب لك اي حاجه من ضمنها. فبداوا بقى ايه زي الامريكان وكده الاوروبيين والغرب دول عامه بداوا يجيبوا حاجات زي ايه بقى الحاجات الفاسده بتاعتهم حاجات وحشه. في الحاجات ديت بتيجي الاطفال صغيرين الاطفال يوصلون كل حاجه عادي. بقول لك هو ممكن راجل ملك اعظم ملك اغنى ملك في التاريخ ما يلاقيش اغنى بنت في العالم وطفل عنده 5 سنين يجيبها عادي على النت. فالموضوع ايزي خالص. فكل حاجه تنتشر عادي صراحه. فمن ضمن الحاجات دي برضه بتوصل لهم برضه حاجات تاثير غربي وكده. فاكيد يعني هيكبروا. قرب المايك. اكيد طبعا هيكبروا قيم المبادئ بتاعتهم هتقل. هو منطقي. ايوه. وبرضه ممكن نقول ايه كمان مع ان الدين حاططها والمجتمع حاططها وهم كمان المفروض يكبروا حاطينها بس هم ما يجوش حاطينها. فبالتالي بينكروا ان المجتمع حاططها ويقولوا المجتمع كذاب والدين بقى معرفش يعمل فيه. شايف كده المايك بتاعك بتوصل ايه؟ بتوصل تمام؟ اوكي نكمل. وزي ما انت قلت فعلا يا استاذ معتصم هو الحته دي بتقلل القيم والمبادئ بس برضه حته ان انت يعني مثلا لما واحد عربي ما يحسش انه منتمي للمجتمع اللي هو فيه فهيبص للحاجات بتاعت الغرب او لو هو مثلا اتربى عليها فقيم ومبادئ هتبقى قريبه منهم رغم ان هم ناشرين الحته دي قاصدين وكانوا قاصدين انهم ما ينشروش العلم يعني قاصدين انهم ينشروا مثلا الحاجات الغربيه الرأسماليه في المجتمع الغربي الرأسمالي وينشروا منها على هنا زي مثلا محلات الفاست فود وزي ايه كمان الكونسيومر الحاجات النوت كونسيومر فريندلي اللي هي مثلا الاعلانات تخليك تنجذب وخلاص والحاجات دي ورغم ان الحاجات دي ما بقولش ما تاكلش فاست فود الاعلانات دي ممكن تكسب شركات بس انا بتكلم اللي هو خلاص لما تاخد دي يعني مش مثلا اللي هو فيش مشكله لما تاخد البرجر من امريكا هو البرجر مثلا فيش حاجه حرمته طالما بيه في برجر وطالما ما فيش اللي هو حاجه ايه اللي انا بتكلم عليه حته اللي هو خدنا الحته دي بس وفي نفس الوقت خدنا بقى يعني مش هتبقى مشكله لو خدنا الماكدونالدز والكي اف سيز بتوع امريكا المشكله لما تقوم واخد منهم برضو الهوت شورتس وتقوم واخد منهم الديتنج وتقوم واخد منهم الحاجات التانية اللي مش عايزين نخش فيها ايه كان في كام حاجه على بالي بس خلوهم ان برايفت احسن لما نقابل الفيورز جمعهم في اوضه كده مش اللي في بالكم حاجه تانية دي الحاجات اللي ايه بتقلل قيم المبادئ فاست فود مالهاش قيمة مبادئ فاست فود بيزود دهون بس يعني القيم المبادئ دي بتقل بيزود سعادة بيزود سعادة اوكي دي طبعا من اكبر المشاكل اللي هتواجه المراهقين اكيد المراهق يكبر يبقى مش فاهم ايه قيمه ومبادئه المفروض يمشي ورا مين اتربى على النت ده يبقى له كل حاجه اتربى كمان على المقارنات ايوه اتربى ان هو يقارن نفسه باللي حواليه فبقى مبدأ عنده فالموضوع بقى ان لو انت قدرت تغير القيم والمبادئ دي لحاجه تانية خالص والموضوع مش اسهل حاجه بس هو مش صعب زي ما الناس متخيله يعني انت لو مثلا قلت تطبق مبدأ انا هبقى ذكي وشاطر واذاكر بعد 2-3 من انك تطبق ده مخك يقتنع ان انت ذكي وشاطر وبتذاكر بعد يا دوبك 2-3 من التطبيق شويه تطبيق قليل هيقنع مخك ده بتاع العقل الباطني بقى بالظبط يقلع العقل الباطن فاهم الفكره فده يدخلنا طبعا طب انت ازاي بقى ازاي تبقى عندك قيم ومبادئ كويسه ازاي تصلح الافساد اللي جاي من بره
ازاي تصلح الافساد اللي ممكن يبقى جالك سواء من المجتمع حواليك او من اي حاجه عامه، او من اي حاجه سبجكتيف. لان لو قيمك ومبادئك كانت عامه دينيه، يعني حتى لو مش مسلم، شوف قول لي لو قابلت مثلا حد مسلم في حياتك، هل قيمه ومبادئه كانت مظبوطه ولا لا؟ هل كان مثلا يبص على مراتك ولا يعمل؟ انا بتكلم انه مسلم متدين مش مسلم فاسد للتوضيح، يعني في الوحش وفي الحلو، وفي برضو مش مسلم الوحش والحلو يعني. بس انا بتكلم بشكل عام، شخص قيمه يعني جايه من الدين اكتر، هتبقى حتى لو شخص قيمه مش من الدين هتبقى مفيش حاجه بتحفزه على انه يجري وراها، فممكن بسرعه يسيبها عادي. فاهم الفكره؟ ف ده اللي بنحاول نتكلم عليه. انت شايف بقى ازاي تبقى عندك قيم ومبادئ؟ ازاي تبتدي تصلح من الموضوع ده؟ عايز اعرف وجهه نظرك. اوكي، اول حاجه اتكلم. اوكي، اول حاجه تبص على الحاجات اللي انت المبادئ قيمك واقعه فيها، تمام؟ دي اول حاجه تاخدهم تكتبهم مثلا لا كلهم. لا مش تكتب، نفكر في هتيجي بالتفكير سهل. حد مبادئه التفكير مثلاً. ممكن تكتب لو انت من النوع اللي هو واحد الليرنر اللي بيحب يشوف الحاجه واحد كل نفس بيشتيمي مثلا، ده يحاول ايه؟ يعرف ان القيمه دي جواه مش مظبوطه. يحاول يعني يقلل شويه مع وقت، يعني حاول تقول استغفر الله، حاسس ان اي حاجه عامل فيها يعني فاهم، تشتم شويه لان الشتم وحش. اوكي، دي اهم حاجه. اعوذ بالله من الشيطان، اعوذ بالله. اوكي، دي اول حاجه. شوف حاجه محترمين في البودكاست. شوف الحاجات اللي بتشوفها اللي هو عندك وتعملها وتحط قيم ومبادئ ليك. قيم دي زي قوانين، حاجات ما ينفعش تعديها، زي ما قلت قبل كده. قوانين، حط قوانين نفسك كده اللي هي قيم ومبادئ دي انت ما تعملهاش، فاهم؟ والموضوع هيفرق فعلا، لان لما تبقى شخص بيمشي بالقيم والمبادئ، يعني مثلا لو انت غشيت في امتحان، وقصدي لو انت كان حد بيقول لك غششني في امتحان وما رضيتش تغش منه، وفي الاخر اسمه ايه؟ تقمص منك. ايه؟ تقمص منك، ما تغششوش. يتقمص منك، ماشي، ممكن تزعل شويه ان انت ما غششتوش، بس في نفس الوقت شخصيتك هتقوى، اللي هو ده انا كان عندي الفرصه وقلت لا. مثلا حد قال لك ياض ولا يلا، وانت ما ردتش عليه بياض ولا يلا وعملته باحترام، ما يعني ايه، هو ممكن تحس اللي هو انا ما بردش، ممكن نص منك يقول لك كده، بس النص التاني يقول لك اللي هو انا التزمت بالاحترام، انا التزمت بمبدأ عندي، وطبعا لو من مبادئك الاحترام يعني مش شرط. او مثلا انت واحد ما تغشش حد، عادي جدا. انت قيمك ومبادئك انت حاطط كده، انت ما تغشش حد، ده مجهودك انت، يحققك انت. اللي يتضايق منك سيبه يتضايق، هو ما اصلا ما بيعملش مجهود عشان كده بيغش. فما تغش منه، قصدي ما تخلوش يغش منك. هتغش منك هتستفاد، هتاخد سيئات وهو هياخد سيئات، انت هتاخد سيئات اكتر، يعني خسران، وهتستفاد منه ايه في الاخر؟ يعني صاحبك عادي، قول له يذاكر، بس ذاكر مع يعمل اي حاجه، ما تغشوش في الامتحان غلط. اسمع كلامي. ماشي، بس كده. انت اللي بتقول كده على اخر الزمن. شفت مش عايزين مضايح، بس موافق اقول انك كنت بتغشش المدرسه. تبت الى الله. خلاص تبت. ما كانش يعرف يا جدعان ان التغشيش حرام، ما تسالوش ازاي. افتكرت اللي بيغش بس هو ده حرام والله، يعني اللي بيغش هو نعديها له. ربنا يتوب عليك. خلاص تمام، بس كده. ده اللي انا كنت عايز اقوله في